وصفتنا لليوم تاكل دجاج بالفطر بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. في المقلاة حنزل الزيت، أضفت عليها الدجاج، البصل والثوم والفلفل الأخضر. واليوم في وصفتي حستخدم فطر ألوها أساسي في مطبخي لأنه مقطوف يوميا من مزارعهم، وطعمه مرة لذيذ سهل في الاستخدام. على طول أفتح العلبة وأستخدمها. أضفت عليها رشة من البهارات واستخدمت مكعبات مرقة الدجاج من ألوها تضيف نكهة غنية ولذيذة لحشوة الدجاج بالفطر. ولا يفوتكم بوكس رمضان من ألوها موجود على متجرهم الإلكتروني. أضفت الذرة والقشطة وبكذا الحشوة تكون جاهزة. قسمت خبز التورتيلا بهذه الطريقة وبدأت أحشيها من الحشوة اللي عملتها ووزعتها بالصينية مع رشة من الجبنة وأدخلها الفرن. وبعد ما طلعتها ما أحكي لكم قد إيش سهل ولذيذ، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها. وصفتي هذه متأكدة أنها بتكون معتمدة عندكم بالشهر الفضيل بإذن الله، لأنها مرة سهلة وجدا لذيذة، والشكل مرة يفتح النفس. العجينة جاهزة وما راح تاخذ وقت في التحضير، والحشوة لو كنتم جاهزينها قبل بوقت من الليل مثلا أو مفرزينها خلاص ما راح تاخذ معاكم في المطبخ دقائق. أول شيء بحتاج عجينة البوف بيستري جاهزة، بفردها من الجهتين شيء بسيط. بعد كذا بقطعها شرايح بالطول، ببدأ ألفها على صينية الكب كيك بالمقلوب، يعني أقلب الصينية وأبدأ أوزع شرايح البوف بيستري، أحطها فوق بعض، بس بين كل شريحة والثانية أحاول أني أضغط شيء بسيط عشان ما تنفتح عندي بعد الخبز. وبعد ما أنتهي من لف كل الكمية ببدأ أدهنها بصفار بيضة ورشة نسكافيه وحليب مبخر. برشها بالسمسم، ولو كنا مثلا نحب الحشوة تكون أجبان ممكن نضيف للسمسم حبة البركة. بدخلها الفرن مولع عليه من فوق ومن تحت على حرارة 200 على الرف الوسط، بتاخذ عندي تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة. ببدأ أجهز الحشوة، بكش البصل والثوم، بعد كذا بضيف صدور دجاج قطعتها صغير، بضيف عليها البهارات والملح، معجون فليفلة إذا ما متوفر عندكم ممكن تضيفوا معجون طماطم، وآخر شيء بضيف لها فلفل ملون بارد وحار إذا تحبونه. بخليها تبرد دقائق قبل ما أحشيها في أكواب البوف بيستري عشان ما تتبل عندي. هذا شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. شوفوا كيف ما شاء الله التحمير، اللون، الشكل، كل شيء ولا غلطة. آخر شيء بوزع عليها شرايح من الخس وخطوط من صلصة الرانش وصلصة. تدرين يا ماما انتي دايم فرحة تسوين من يدينك كل شيء زين. جبنة كريمة المراعي الفرنسية، وبكذا صارت جاهزة عندنا. شوفوا الشكل ما شاء الله، والطعم مرة لذيذة. ممكن تنوعون في الحشوات اللي تحبون، ممكن تستبدلونها بعد بالأجبان حسب ما تفضلون. وهذه وصفتنا، جربوها واعتمدوها عندكم وعليكم بألف عافية. يا مساء الورد، حشوة أجبان بطريقة جدا لذيذة، وبسم الله. عندي تشيدر على حلومي على موزاريلا كلها مبشورة. أضفت هنا بعد بقدونس مفروم ناعم، زيتون مشوي، وفلفل حار سبايسي كذا مخلل، رشة نعناع أو حبق، وحبة سوداء. بس كذا حشوتنا صارت جاهزة لكل أنواع معجنات، السمبوسة، أي شيء. ما أقدر أستغني عن هذه الغسالة الصغيرة في المطبخ. تعالوا بقول لكم ليش. تحبون تقدرون تستخدمونها على طول أو تفرزنونها، جربوها بتعجبكم. أهلا، تشيز كيك مدريد. بما أنه هو الهب الحين اخترت لكم أكثر طريقة سهلة وما فيها أي تعقيد بالمكونات. طيب بكل بساطة خلطت الجبن والكريمة والسكر بالمضرب الكهربائي للنتيجة أفضل. بعدين 3 بيضات خفقتهم مرتين، بعدين صفيتهم على الخليط. شوفوا شلون ينزل ما فيه أي كتل. بعدين بسباتشولا تخلطون بكل هدوء عشان الخليط يظل محافظ على قوامه وما يخفس. بعدين حطيت على البسكوت، دخلت الفرن من فوق لين ما أخذ لون نفس كذا. أول ما يطلع من الفرن بتحسونه لسه ما استوى لأنه يتحرك. خلوه بالثلاجة ليلة كاملة. بعدين تخيلوا الحبة تطلع عليكم 3 ريال. مناديل جوفي غنية، يصير مضبوط. أحسن شيء فيه إن مدة تحضيره ما تاخذ وقت طويل. هذا شكل النهائي وهذا القوام، صراحة رهيب. مكتوب لكم الطريقة بالتفاصيل تحت، جربوها وبالعافية عليكم.